عايز اسمع رايك كده في قطعه الانتيك التحفه دي. البوفيه ده محتاج شرح وكلام كتير، هسيبك تتفرج عليه براحتك. انا عايزك تركز في التفاصيل. طالما قررت تاخد سفره نيو كلاسيك، تعالى اقول لك ان انت كده قررت تاخد قطعه انتيك تزيد لمسه فخامه للقصر بتاعك، للريسبشن بتاعك. سفره سوليتير اظن ليها حظ من اسمها في شياكتها وكميه البساطه اللي فيها. ابدا كده بالنيش، واللي ما شاء الله مش محتاج شرح كتير. هنا كده الجمل اللي فيه والهاند ميد والكيرفات مع القشره الطبيعي، وكمان نبص على المساحه التخزين الداخليه تحفه، وكمان الدرج ده. تصميم البوفيه هنا كده معمول معانا بشكل ميني، واستغلال المساحه بشكل رهيب. هنا كده 3 ضرفه معانا، وكمان 3 درج للتخزين، وكمان الهاند ميد والجمل اللي تحت دي مش محتاجه كلام كتير. البراس كده والشغل الهاند ميد اللي فيه والبساطه اللي فيه بيزيد فعلا من فخامه السفره. والاجمالي معانا الاتنين نيش مع البوفيه فعلا محتاجين قص. نيجي لجزء الترابيزه واللي مكونه معانا من 6 كرسي. نبص هنا كده على تفاصيل الهاند ميد اللي في الكرسي معانا والتفاصيل البسيطه قوي، وعايزك تركز معايا في التفصيله دي كويس قوي، ان السفره دي معمول لها الكرسي ده مخصوص. التصميمات النيو كلاسيك وهي فخر الصناعه الدمياطي سفره سوليتير واحده منهم متوفره دلوقتي ضمن كوليكشن كبير في سكن الاساس. تقدر تطلبها اونلاين او تشرفنا بنفسك في المعرض.